امازون استغنت عن 30,000 موظف، ومش امازون اللي عملت كده بس، كمان شركة مايكروسوفت استغنت عن 15,000 موظف، ميتا تقريبا 3000 موظف، وكمان جوجل استغنت عن مئات من الموظفين. ودي بداية للاستغناء عن عدد أكبر. تقريبا في 180 ألف موظف تم الاستغناء عنهم في 2025. كل الشركات دي تقريبا استخدمت نفس العذر، وهو الذكاء الاصطناعي، ان احنا بنحاول ان احنا نعيد هيكلة الشركات بتاعتنا علشان نستخدم الذكاء الاصطناعي. الناس دي لم يتم الاستغناء عنها عشان يتم استبدالهم بآلات، يعني ما تمش استخدام آلات مكان وظائفهم. هم استغنى عنهم علشان يقللوا من النفقات عموما بتاعه الشركه. هم بيحاولوا ان هم يوفروا فلوس، ولكن في نفس الوقت الشركات دي بتصرف ملايين من الدولارات محاولة انها تعيد هيكلة الشركة لاستخدام الذكاء الاصطناعي. الشركات دي بتضخ مئات الملايين من الدولارات علشان يهيئوا البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، والذكاء الاصطناعي حتى الآن ما بيدخلهمش أي فلوس. الذكاء الاصطناعي بشكل عام هي بابل أو فقاعة هتنفجر قريب، لأن مفيش استفادة منه حتى الآن، والشركات عموما بتضخ ملايين من الدولارات وبتشتري من بعضها. يعني مثلا مايكروسوفت بتشتري الرقائق الإلكترونية من نيفيديا، وميتا بتأجر مساحة في جوجل كلاود، وأبل بتأجر من أمازون وكمان جوجل. اللي أنا عايز أوصله لك إن الناس دي أول ما ابتدت تفكر في تقليل النفقات علشان خاطر ال AI، أول حاجة عملوها إن هم استغنوا عن الموظف. ده بيعني ليك إيه كموظف؟ هو إن أنت تبني الشيء الخاص بتاعك. الحقيقة من خبرتي الشخصية وخلال عملي كمبرمج لمدة 11 سنة في شركات صغيرة متوسطة لحد ما اشتغلت في شركات مالتي ناشونال، كل مرة كنت بحس ان شغلي فيها بيستقر وكنت بتقاضى مرتب اعلى، كنت بحس بالقلق، بحس ان انا داخل في منطقة راحة مش هعرف اطلع منها لاني هبقى مرتاح قوي. فبشكل ما كان بيزيد قلقي مع زيادة استقرار وظيفتي. والحقيقة ده اللي المفروض يحس بيه اي حد. كل ما بتكبر في السن وبيزيد اعتمادك على مصدر واحد للدخل، بتزيد اهمية ان انت تبدأ شيء خاص بيك وتقلل اعتمادك على مصدر الدخل الوحيد ده. الوظيفة نفسها مش وحشة، ولكنها فرصة عظيمة جدا ورزق من ربنا، وكمان بتبقى بداية ان انت تبدأ حاجة خاصة بيك، ولكن الغلط انك تعتمد عليها بشكل مباشر. لان اول ما تبدأ الشركة تفكر في تقليل النفقات، مش هيحطوا اعتبار لعدد سنين الخبره بتاعتك، ولا الساعات اللي سهرتها، ولا المشاريع اللي انت عملتها في الشركه، ولا الكلام ده كله. في الاونه الاخيره هتلاقي فيديوهات كتيره جدا لسوفت وير ديفلوبرز كانوا شغالين في شركات كبيره زي امازون وغيرها، بداوا فعلا ان هم يبنوا البيزنس الخاص بتاعهم وبداوا يعملوا محتوى. صناعه المحتوى لوحدها دي خطوه جيده جدا، ولكن لو عايز تبدا بيزنس خاص بيك فانت محتاج يكون عندك خطه واضحه. والحقيقه انت عندك الفاونديشن او الاساسيات، انت بنيت خبره كبيره في الشركه اللي انت اشتغلت فيها، فمحتاج ان انت تمشي باستراتيجيه ان انت تبني بيزنس قائم على الخبره دي. والموضوع سهل. الموضوع قبل كده كان بيبقى معقد شويه، محتاج ان انت تطلع تصريح، ان انت تعمل سجل تجاري، تعين موظفين. احنا محظوظين جدا ان احنا موجودين في العصر الحالي، مش هتحتاج ان انت تدفع اي حاجه، ولا هتحتاج انك تسيب وظيفتك. فكره انك تبدا بيزنس خاص بيك انت اللي متحكم فيه، بيمثل كيانك، بيدي لك راحه نفسيه كبيره جدا، وما بتحسش بالقلق اللي انا قلت عليه انك مصدر دخلك معتمد على شخص او شركه. لا، انت عارف ان انت عندك البديل، فحتى لو كملت عمل كموظف بتبقى حاسس براحه نفسيه كبيره جدا، لانك عارف انك ليك تحكم في مصدر دخل تاني، وهو البيزنس الخاص بيك. وجود مصدر دخل واحد وكونك ان انت ما عندكش بديل بيخليك ان انت تقبل حاجات انت مش موافق عليها. ممكن يكون مشاريع انت مش حابب تشتغل فيها، ساعات عمل انت مش عايز تشتغلها، شغل مع ناس انت اصلا مش حاببها. طيب السؤال المهم، تبدا بيزنس ازاي؟ انا ابتديت بيزنس اونلاين من 5 سنين من الصفر، يعني ما كانش فيه خطه واضحه ولا اي حاجه. جربت وخسرت فلوس ووقت طويل جدا، وعملت بيزنس قائم على خبرتي بقى في تغيير المجال من التجاره للسوفت وير، الهجره لكندا وغيره. فعملت فيديو مفصل في الطريقة والاستراتيجية اللي انت لو مشيت عليها هتبني بيزنس اونلاين ناجح. والطريقة دي مش انا بس جربتها، في اكتر من 200 شخص جربها. فاتفرج على الفيديو اللي هيظهر لك بعد ده، واشوفكم في الفيديو الجاي.